في امرنا. فاحنا محتاجين دايما ان احنا نكون على وصل بيننا وبين ربنا. لما تكون مكسل تصلي افتكر دايما ان حي على الصلاة حي على الفلاح. مش هتقدر تفلح في حياتك من غير الصلاة. ولو حاسس انك مشغول او مش فاضي او في حاجة مهمة في ايديك بتعملها ومش قادر ان انت تقوم تصلي غير لما تخلصها، افتكر ان انت رايح لصاحب الوقت، لا هيديك بركة في الوقت ولا هيديك الفلاح في الحاجة اللي انت بتحاول ان انت تعملها عشان تنجزها. من غير ما تصلي مش هتقدر انك تنجز اي حاجة. تخيل كده ان صاحب البنك المركزي بيقولك هديك فلوس وانت عمال تقوله لا لا معلش مش دلوقتي اصلا انا ما عنديش فلوس. طب ما انا بقولك تعالى وانا هديك الفلوس. ربنا مش هيدينا الفلوس، ربنا هيدينا البركة في حياتنا، هيدينا البركة في وقتنا، وهيدينا الطاقة اللي بيها نقدر ان احنا نكمل طريقنا. علشان كده الصلاة في حتة واي حاجة تانية في حتة تانية.